انا وصلت كده للدقيقة 27 في الفيديو. تمام. فانا هتكلم بصفتي هو فتح الحريات وعمرو اديب اكد على الكلام اهو. وطبعا انا اتفرجت على اللقاء بتاع السيسي، الخطبة اللي هو قرأها بالبدلة العسكرية. طبعا هنتكلم بشكل عام عن الحريات وعن بنود كده لتقدم البلد، وهنشوف الفترة الجاية دي حد هيسمع ولا مش هيسمع. طبعا انا هخلص البنود دي والحاجات دي واخش اعلق على الفيديو من الاكونت اللي هو منزل منه الفيديو ده عند الاستاذ عمرو اديب. يمكن يبص هو والفريق بتاعه العملي ويبعتوا المشروعات. حتى طبعا انت عايز تشوف المشروعات خش على قناة كوكب الارض، هتلاقي فيديو. في اول فيديو نزلته ركز مع اول فيديو نزلته عشان ده مشروع قومي للبلد، هيسد 3 خانات، هيسد التوظيف، هيغني الشعب، هيظبط السياحة. تقدر تعمله بالآلات بتاعت النهارده، الحفارات واللوادي والكلام ده، وتقدر تنشئ سد صناعي ونهر صناعي. هتكتب لو انت يعني تهت يعني برنامج كوكب الارض مثلا، او تكتب اورشليم القدس، بس بلاش اورشليم، خليك في ايه، في برنامج كوكب الارض عشان هتلاقي الفيديو هناك. اكتب كده برنامج كوكب الارض، هتلاقي صورتي محطوط عليه. المهم المشروع دوت في من عند نهر النيل، مكان في الجيزة قريب من الجيزة والبدرشين. نهر النيل عامل زي ايه، زي شريان كده منه صغير. الشريان ده انت ممكن تستغله وتعمل سد وتنزل بمنسوب المية وتطلع لفوق باتجاه الهرم الأكبر والهرم الأصغر، وتعدي منه وتطلع للصحراء. عندك منطقة في النص كبيرة جدا صحراوية، وبعد كده عندك الأهرامات، وتقدر تنزل من بعد الأهرامات على الصحراء الغربية. طبعا المساحة اللي اتفتحت دي بين مكانين سياحيين هامين، تقدر في النص ده كله تبني منتجعات سياحية إيجار، والأجانب هيجوا يستأجروا فيها بسبب مكانها، وتقدر تعمل سياحة من المراكب لأسوان، وتكسب أرض جديدة وسياحة جديدة وتطور جديد بجد أفضل من العاصمة مليون مرة لو أنت هتفسرها. البنى والحاجات دي والاستثمار والكومباوندات السياحية اللي هتتبني في المساحة دي تعد بمثابة تشغيل لنسبة كبيرة من المصريين قريبة من القاهرة. تقدر بأتوبيسات وتيوتات تجيب الموظفين يومي وتفتح فرص عمل جديدة. السياحة فيما بعد حتى لو وقف المعمار فانت عندك خط مكمل فيه، تقدر تعمل فيه مزارع في الصحراء الغربية وتملك شباب بأسعار رمزية وتدعمهم في الزراعة بسبب وجود نهر صناعي مستفيدين منه كهرباء، توظيف، سياحة، تشغيل، كل حاجة. تشغيل طبعا ده مش انا عدتها مرتين بس هم 3 خطوات مهمين جدا: تشغيل، سياحة. بص بقى، تشغيل، سياحة، تشغيل، سياحة، و ايه تاني؟ هو التشغيل والسياحة والزراعة. عندنا 3 بنود: تشغيل، سياحة، زراعة. طبعا تملك الشباب ده هيفيد كتير، لان عندك فئة كبيرة من الشعب محتاجة الموضوع ده. طبعا انت ممكن تفتح النهر الصناعي ده 120 150 كيلو في الصحراء الغربية. السياحة انتعشت، فنادق، منتجعات سياحية، الشباب اشتغلت هنا، اشتغلت في المعمار، اشتغلت في الإنشاءات. ده واحد بس. طب 2، خلاص خلصنا ده وابتدأنا التشغيل فيه.
نروح للي بعده بقى. ايه اللي بعده؟ فكر فيها كده، مش هتلاقي اي حاجه غير التصنيع من المواد الخام اللي عندك داخل ارضك. هتعرف تديرها؟ طيب لازم تخش في السوق، تشوف الاوضاع، شوف ايه ابسط الحاجات اللي انت ممكن تصنعها بدون ما حد يطالبك بحقوق ملكيه في كريتها وتصنيعها والتصاميم الهندسيه. لان انت التصميم الهندسي دوت في منه بيتباع باسعار مش غاليه، وفي منه بيتباع بارقام غاليه جدا. طبعا هما كل حاجه ليها حقوق ملكيه حول العالم، فانت الزراعه والحاجات ديت والتشغيل محدش هيقدر يمسكك منها، وتقدر تاخد منها قرض بموجب القرى السياحيه اللي انت هتعملها والحاجات دي. انا مش شايف بصراحه تقدم، وادي مشروع اهو. والتاني لازم تروح للتصنيع وتصنع اي حاجه ممكن تتصنع. يا ريت نشوف انجاز في المجالات دي وفي المشروع ده. اما بالنسبه للحياه الحزبيه، فانا مش شايف حزب على الارض عنده ضمير او شغال او بيحاسبوا الوزراء. ما هو الحزب يعني اعضاء مجلس الشعب. اعضاء مجلس الشعب هل بيعملوا استجوابات للوزراء وبيسالوهم عن اداره التشغيل بتاعتهم والمكاسب بتاعتهم؟ انت بتقول ان انت اعلنت الموازنه، انت والدكتور مصطفى مدبولي وزير الماليه. طب هي فين الموازنه؟ ما قلتليش وزاره الاثار دخلت كام، وزاره الصناعه دخلت كام، وزاره البترول دخلت كام، وزاره الزراعه دخلت كام؟ فين؟ اعلن كده الارقام. بعد كده اشوف بقى مرتب اجمالي ال7 مليون مواطن ومتوزعين ازاي. هل هتطلع بالموازنه دي عشان نكمل الحياه الحزبيه؟ وانا لازم يبقى عندي خريطه اشتغل عليها. اللي بيروح شركه يقدم مشروع بيبقى عنده تفاصيل عن المشروع وعن المال عشان يقدر يروح يعرض على صاحب الامر الوضع. انا عرضت لك مشروع، دراسة الجدول بتاعته انت تقدر تعملها بكل سهولة، الاسعار عندك، بس خلي اختيارك يكون ادق. ونرجع تاني بكرة نشوف ايه الجديد وايه اللي بيحصل.